أول يوم من أخذونا من فصلونا عن نسوان القرية، عن أمي وخواتي. كانوا أول ليلة من طلعونا من القرية بعد ما قتلوا الرجال، كانوا يعني يلمسوننا بالباس، من كانوا ياخذونا على الموصل من سنجار إلى موصل بالسيارات. ما كنا نقدر إنه نتحرك، يعني يجي يخلي إيده بصدر هاي البنوتة يطلعها يخليها بهاي يعني. طب دي واحدة، أول يوم يلمس صدر واحدة أو كده مش بتقولي له مثلا اتق الله انت مسلم؟ يعني انا معلش انا عايز افهم التفكير. يعني الراجل ده مصلي وصائم ومجاهد في سبيل الله، كيف يلمس؟ انت بالنسبه له مسلمه او مسيحيه او يهوديه او بوذيه، انت بتسمي في الشريعه امراه اجنبيه، لا يجوز ان يمسسك. يعني ايه ازاي هم كانوا مستحيل؟ انا عايز اعرف بيفكروا ازاي. ولكن حتى لو كانوا قبل ما يجون يغتصبونا كان لازم احنا وياهم ويا بعض نصلي وبعدين يغتصب البنت. يصلي وبعدين يغتصبك؟ كل هذا الشيء يعني دا اشوفهم يصلون 5 مرات باليوم، ويجبرني اصلي معه 5 مرات، ويعني قرآن يعني تصلي وراه، أصلي معه وبعدين يغتصب البنت ويغتصبك بعد كده. كل القتل، الاغتصاب، البيع، ياخذونه كلها كانت باسم الإسلام. كل نقطة شفتها عن داعش، كل شغلة سووها كانت باسم الإسلام، باسم الدين الإسلامي. يعني إذا يمكن أكون ناس تقول هاي ما إسلامه، بس هم كانوا يسوون مو داعش أو داعشين أو داعش العراق كانوا يسووا باسم الإسلام أو سوريا، لا، كلهم كانوا يعني باسم الدين الإسلامي يسوون هذا الشيء. ما شفتيش واحد مثلا بيقول لزميله حرام كده يا اخي، عيب، ابعد عنها؟ ما لقيتيش ما كانش فيهم شاب طيب حد فجأة يعني قال كده غلط يا جماعة، عيب، إنسانية، هي مش عايزة أي شيء يعني؟ ولا كلهم كانوا مؤمنين إن أنتوا ملك جسمكم ولحمكم وحياتكم ملكهم؟ يعني الغسيل ده كان فيهم كلهم يعني نفس الشيء، كلهم أوقح من بعض. ولكن أهل تل الأحفر كانوا أول من أخذوا البنات، كانوا يعني طريقتهم يعني كلهم داعش. ما أقول لك هذا أحسن، لا، كلهم ما شفت أي شيء زين من عند أي واحد منهم، لا اللي كان من العراق أو من سوريا أو من غير الدول. ولكن اللي من تل الأحفر بأول يوم هم واللي كانوا قريبين على القرى مالتنا، على قرية كوتو، اللي كانوا قبل بسنجار، هم أول من أخذوا البنات. أهلك راحوا فين؟ أمك، إخواتك؟ أنا أمي طلعوها ويا 80 وحدة من 45 سنة لل 65. دول ما بيعوزوهمش؟ ما كانوا يعني يريدوهم للزواج لأنهم كبار فقتلوهم. قتلوا أمك؟ ويا 80 وحدة. أنت كنت موجودة في اللحظة دي؟ أنا عندما أخذوها مني أنا كنت موجودة، ولكن عندما قتلوهم خواتي شافوهم أنا ما شفت، لأن أخذوني قبلها إلى موصل. وإخواني كانوا بالقرية، يعني أبويا متوفي، إخواني كانوا بالقرية وأخذوهم ويا 700 شخص من قريتنا قتلوهم خلال ساعتين. اخواني كانوا وياهم، واخويا يعني نجا من المجزرة. قال حتى مليون مرة قال لي والله العظيم كانوا يقتلونا، كانوا يعني راح يسمون مراد من يضربون طلقات. قال والله العظيم كانوا يصيحون الله أكبر والدولة الإسلامية باقية، وبعدين يقولون وراها يقتلونه. أول مرة حد لمسك عملت إيه؟ أنا أول واحد أخذني كان من الموصل. عنده كم سنة؟ 35. أنت صغير يعني، مش كبير يعني. لا، كانوا أكو بقدي وياهم وأصغر مني. رحت على بيت خالته، كان عندها 3 يعني ولد، فاروق، مرتجى، والصغير كان عمره أقل
من 10 سنوات كان لابس مثل داعش، وأمهم كلش فخورة بيهم. عندها 3 دواعش وخدوكي عندهم في البيت. هو المسؤول أخذني لعنده وقت اللي أخذني على المحكمة كانت قريبة على بيتهم، فأخذني. وأمهم كانت فخورة بيهم، تقول أنتم يعني كفار، كانوا حتى يقولون. طب انت ما كنتيش بتتكلمي معاهم يا ناديه تقول لها يا خالتي احنا بني ادمين، انتوا هو ده مش يعني كان في فرصه انك يبقى في اي حوار بينك وبينهم، ولا هو عودي اقفي اقلعي يعني ما ولا هم في كنت تقدري تتكلمي معاهم؟ انت عايشه معاهم. كنت اقدر اتكلم مع الحراس، ولكن البقيه لا، ما يقبلهم. لان اي شيء اقولهم يقولون انتم كفار. حتى قالوا انتم كفار بس مو سوجكم، سوج اللي علموكم على هذا الدين، انتم راح تأسلمون وبعدين تموتون تروحون على الجنة وتصيرون حوريات بالجنة.